والله كانت المنافسة قوية جدا، ما أقوى سنة في قرانيس الشويهين خاص السنة هذه. المنافسة قوية، والناس اللي جو هنا كلهم مجهزين طيرة وحاسبين على المركز الأول. يعني تخيل حطوني عند أبطال واسماء كبيرة بشارة، الحمد لله توفقت. من أفضل المنافسات، من أفضل الأشواط الشوط القرناس الشهير المفتوح. نعم كنت متوقع، نعم من التأهيل إلى النهاية وأنا كنت متوقع، وإن شاء الله السيف إن شاء الله بقبضة يدي إن شاء الله. متوقعين الأول والثاني، لكن خذيت الأول ومحب ومعجب الثالث. والله كنت متوقع طيري قوي وخابر إنه قوي، بس لكن الأسماء اللي أنا معها خوف. نعم كنت متوقع، وكنت متوقع تيم أقوم من هذا التيم، بس خرب الطير ويوعد لهم في السيف إن شاء الله. لا كنت متوقع، الطير كان جاهز، حضر في يومه، الحمد لله توفيق من الله سبحانه وتعالى. سيف الملك إن شاء الله أنا مصرح على سيف الملك من شهر 7، وإن شاء الله سيف الملك شوينا عندي بمشيئة الواحد الأحد. نبغى نهد معهم لو ما نحقق شيء، بس نطلع عشان المسمى سيف الملك. والله إن شاء الله جاهزين للسيف بإذن الله، وراح ما نقصر معهم بإذن الله. والله شعوري يبي المركز الأول انحصر، لكن دون رياجين طيورهم قوية. سيف الملك ما راح يتأهل له الا بطل، راح تكون منافسة ابطال، انا ما اعتقد ان في طير بياخذ المركز الاول بيروح يشوط السيف مو بجاهز. لا مو بسهلة، معي عيال برقش ما هم مخليني. ما في شيء سهل هنا في الصالة هذه مرة. اذا الطيور حاضرة في يومها ان شاء الله نقول نحط لنا بصمة فيه.